هنشوف الفيديو ده خناقة أحمد الشاب الفارس مع علي أمال كاملة من أولها لآخرها. نتابع ونرجع لبعض تاني. طب يا عم الواد علي ما علي هبل شكله ولا ايه؟ في ايه؟ دخلنا مع اختنا نورهان وجاي في كلمه عيب كده. والله العظيم ما هسيب علي ورحمه ابويا. ورحمه ابويا لو نزلت اسكندريه يا علي ما سايبك. من الاداري؟ لا في الحمام اداري ايه ده مسخ ده؟ يا الله، ايه ده يا عم؟ واحد اخوك هو كده هوريله حضره كده، اخوه. كده حضره. ورب النعمه ما سايبك يا علي. طب ايه ده خلاص؟ الولد بيهزر مع نورهان وبيقول الولد جه في كلمه موت وانا مش هنا اصلا. طب ما تقولها لنا كده عشان ضحكنا. التلقائيه بتاعتها راحت موديه معايا في الكلمه اللي الولد قالها. طب ايه هي؟ ضحكنا، قول لنا. ضحكنا. يعني الكلمه في ايه تضحك ولا كلمة كلمه ايه؟ ايه؟ الكلمة ايه وانا أصلاً؟ جاي انا دورت هتقول لي قول لنا ضحكنا. بص الراجل لا قول بيقول لنا لك الكلمة الكلمة إيه؟ ايه يعني الهجس هزار؟ اللي انا عايز في امه ده في ايه يا يا جدعان؟ ابني بيقول لك يعني الكلمة هزار ولا جد يعني؟ هي لو الكلمة إيه؟ هزار انا هقلب كده. طب كلمه أمال إيه؟ هزاره بس ما تتقالش ليا انا في هزار. ايه طب ده؟ قال ايه يعني شاب؟ قال حاجه مش هتنزله عتبه اسكندريه. زي يعني قال ايه يعني؟ ايه الكلمة دي يعني؟ يا ايسي قال لك يعني بتحبها؟ قال لك ايه؟ مش يا جدع فاهم. هو الكلام ده يزعلني من عيل صغير برضو. مم. هو كده لوش يا حوده. بص يا عادي على انا مش هينفعش اتكلم في وشك. انا خلاص. بمسكك كده هبقول لك مين ماما ومين بابا ومين الدنيا ديت بيني وبينك. بيني يا وبينك عم. اعرفك ان المره دي مش هعديك بقى. عديت لك كام واحده انا وزنقتك هنا لقيتك عيل. يا عم ورحمه ممكن أبويا يكون عيل بيهزر يا طبعاً. عم، ممكن يكون ما كانش قصده او خانوا التعبير. ماشي ماشي، خير خير خير. ماشي، ممكن يكون قصده او مش قصده او خانوا التعبير. ماشي ماشي يا شاب، ماشي. السلام عليكم. انت مزعل الشاب ليه يعني؟ والله ما زعلته. احنا هنطرده هنا يابا اما تنزل عندنا سايبك. خلاص يا شاب، واخوك الصغير يا شاب. نطرده هنا. هو طالع يرضيك. تكتم اي غلط انت جيت فيه قبل كده. الكلمه اللي انت جيت فيها دي معايا في غيابي مع يا عم اختي. لا اسمع، صلي على النبي. صلي على كتبوها النبي. عند حوده وعند القيسي وعندي 200 مره. يا عم كتبوها عندي ان انا ما قلتش الا لما صلي على النبي. انا احكي لك الموقف. بتكلم انا ما اعرفش ان هي قصدها عليه. ده يخرب بيتك يا أنت عم. عسل مالك؟ علي برضه، عسل علي. والله بكلم بجد. ما اعرفش عسل ان هي قوي. قصدها عليه. جميل يا علي. قول لنا اللي حصل يا علي، قول لنا اللي حصل من الاول. بص يا هو عم، بيحكي يا حوده. يا ابني احكي. قفل وشه وحسب لي الغلط ازاي؟ يا ابني طب ايه انت اللي بيحكي. حصل يعني يا علي؟ انا بهزر وبضحك يا حوده. هو انت الكلمه دي تقدر تقولها قدامي يا علي برجوله كده؟ قول لي بس. انا انا الكلمه لما دي بقابلك بتبوسني وبتحضني واخويا الصغير والكلام ده انت في الشاشه بتعمل ايه؟ عشان لا مش شاشه مش شاشات. ما عشان انا اصلا مش في نيتي اي حاجه وحشه من ناحيتك يا شاب. في نيتك ان انت اخت تقول حتى لو هي قالت مع ان انت لا ما انا ما اللي اعرفش اللي انت اللي فيها يا شاب. امال شاب والحياه طويله ايه؟ مش انا يا ابويا اللي قلت الكلمه دي يا ابويا. اللي قبليها اما قلت مين الدغوف انا ليه راحت هي مكمله. ما هو كنت بتكلم في العادي ده هزار وضحك ما بيني وما بينها، لكن ما اعرفش ان الشاب اللي فيها. لو اعرف اللي انت اللي فيها يا ابويا مش انا ما بعيبش فيك لا بره الكاميرا ولا على الشاشه ولا الكلام ده. انا ده هزار، ما اقصدكش ان انا اعيب فيك، واكيد يعني انا اتبقى اكبر من ان انا اعيب فيك هنا على الشاشه. ده هزار وضحك. عسل علي يا عم، مش قصده والله. اسمع مني. خلاص هو ما ممكن يكون يصدقش على اخوك الصغير. هو ممكن يكون خانوا التعبير يا علي يا عم. ممكن يكون خانوا التعبير. اسمع من امال اخوك. النهارده كلها خاينها التعبير ليه كده؟ طلع على النبي، انا نازل يابا وبعت لك عشان انا شاري خاطرك وما اقدرش ازعلك. هو شاب بيقول لك ان اخوك بقى إن أنا الصغير وهو ما مثلاً يقصدهاش. يعني بالبوست اصبر بقى يا علي بقى، اصبر يا علي. لازم تسقط منه استنى الكلمه، يا تسقط إيزي. منه. يا ايزي ماشي. بص يا علي انا كنت في يوم عمك تيجي أحمد. امك حوده. ما تسمع بس يا عم ايسي. ماشي وده ما بيعملش لا نحل ولا حاجه. ماشي. بالراحه. انا في لا يوم انا جيت كنت لقيتها عمك جاهزه. انا في يوم كنت عمك كده احمد. خارج عنه يا جدعان. ثواني. انا في يوم كنت عمك احمد ويوم تاني كنت الشاب ويوم تالت نزلت غلطت وانا بعيد عنك في جوله. لا ويوم غلط. رابع اسمعني عشان اللي شبهي ما مسكني بينساش برضه. الحاجات دي ابدا. صلي على النبي، صلي على النبي. وقابلتك مره واثنين وبوستك وحضنتك وعشنا مع بعض في فيلا وفي ان مكان. ما فيش الا كل خير ورجوله وجدعانه ما بيني وما انت بينك. هيطمر فيك يا ابني انت. وحصل. انت هيطمر فيك امتى؟ لا. انا عايز اعرف البطن اللي خلتك دي امتى هيطمر فيك. يلا دغري بقى انت هيطمر فيك عيش وملح امتى وجدعانه امتى وصح امتى ومظبوط امتى. لا انا ما فيش من ناحيتها الا كل رجوله وجدعانه رجوله وجدعانه دي بتتكلم مع حرمه على انا راجل ما كده كنتش بالطريقة اعرف دي. ان انت اللي فيها بص صلي على النبي. انا ما كنتش عارف أعرف إن كل أنت اللي حاجه فيها. وبتبقى ناقل وعارف. لا ما بقاش نايل وعارف. يا مستفز يا حوده، خلي بالك اللي انت جاي فيه ده مش سليم. صلي على النبي، صلي على النبي. في لقطه فايتاه يوم المشكله اللي فاتت لما شاورت عليا وعملت كده. انا اترضيت من اجل كلمتين بس انت طلعتهم بس ايه من بقك عشان انا بعزك وبحبك ورجوله وجدعانه.
لما عملت كده بس انا فوت. ايه دول؟ ايه ده يا ابني؟ انت ايه دي؟ يا ابني قمت رفعت شبشب واحنا قاعدين وعديتها لك هنا في اسكندريه، عديتها لك. بالله عليك صلي على النبي، انت قمت جاي عامل كده تمام وعملت كده، دي معناها ايه؟ لما إيه انت دي؟ طلعت وقلت لي ايه دي؟ انا ما عملتش لك الكلام ده اللي انت عندك بتقوله ده. هتفكرك يا ابويا، الناس عندك هتفكرك يا ابويا. ايه دي ساعه ايه دي؟ كنت انا بلعب جوله وكسبت الجوله ومش عارف نزل لي سكور قد ايه، فقمت جاي عامل كده وبتاع. كانت مشكله رباح بتهيألي، انا مش عارف كانت مشكله مين. ده دي لما عملت لي على دي، ما دي انا اترديت بيها ازاي؟ من كلمتين حلوين انت قلتهم، بس ما تحسبليش الغلط. انا ما كنتش اعرف ان لا، انت انا ما اللي كنتش فيها. غلطان في دي يا ابويا انا ما كنتش اعرف ان انت اللي فيها. انت فاهم ان انا بسترك وتيجي في اي حاجه انا بعيب فيك فين؟ ما تسيب الموزة يا حوده وتقول كلمتين حلوين بقى. أشاب، سيب صلى الموزة على يا جدع بارد. لو انا قيسي بقى اشاب واحد الله. لا اله الا الله. العيال مش جدع اقسم انت بالله. بتتكلم عادي. بص استنى بقى قيسي بقى، ده اخوي الصغير. انت غيرت صوتك ليه؟ الواحده اللي انا هعملها لك يا محمود في البرنامج دي عمرك يا جدع قلت لك انا عيب عليك، قلت لك ده عيال مش جدع. قيسي حيلك مش انت مش مساعد عمرك منك ما بجد. هتطلع منها ابدا. عمرك يا عم أنا اللي مالي انت أنا؟ بلاحظ فيك وقت خنقتي ده من انبساط على قلبك، ودي غلط. قيسي حيلك من الشغل ده. هو قيسي اسمعني بس في الكلمتين بص يا اخواتي، بص اللي يا جدع انت، انا مالي انا؟ الجدعنه يبعت لي اخويا وقد الدنيا، واللي يفهم في الجدعنه والرجوله يبعت لي وانا اقبله واقعد معاه، واللي يفهم وتربى في رجوله وجدعنه يا مرحب بيه، ده يبقى اخويا ومعايا على يا البرنامج. ابني على اخوك الصغير اسمع اللي مني. أنا ما أخوك يفهمش الصغير حاجه شاب. عن دي خالص ميعادنا اللغه يا محمد. انت ما حسبتش يا عم على اخوك الصغير يا جدع. بالراحه يا شاب، اصبر ابو فريده وحات امه. يا عم ما خانوش التعبير يا عم. اخواتي تشرف. انما العيل اللي عقله يحركه في ان الصفحه دلوقتي اللايف يوصل حاجه و20، اجيب راجل جدع اخويا قعدني في بيته 3 ايام، خلاني في عز مشكله بعت اخواته بشالوا شيل، والناس موجوده لحد دلوقتي، اللي ضرب واللي لحق الاثنين. ليه يالا انا اذيتك في ايه يالا يا ابو شخ؟ ده انا عمك احمد ولا عم احمد؟ لما انا كلمتك قلت لك يا واد ما تعممش ولا بتاع، ما تكبرش من سن، بقيت الشاب وبقى صوتك قد كده. طب ما دخلنا عندك الاستوديو كان في البلكونه يا حود. يا عم ده اخويا الصغير يا يا شاب. حوده ما انت فاكر اخوك الصغير بقى، اخوك الصغير وبيحبك، هو خانوا التعبير. والله العظيم 3 يا شاب بيقول لي عند عبير لما يجي بقول لك والله ما يقصد بجد. طلع على الناس. يقصد ايه يا اخويا؟ احنا 20,000 وده عنده وده عنده وده عنده، ودي فيها يقصد؟ دي اللي بتطلع من هنا غلطه مخلده ما بتتنساش. قول لي يا اخويا انا بغلط مع مين هنا؟ قول لي انا عمري بدات غلط مع مين هنا؟ لا ما بتغلطش بصراحه. بيقول لك تعالى له المحله يا عم انت بقى بكره. فكك من الكومنتات بقى والكلام ده خالص. يا جدع. لا مش قصدي، ده اخوات ليا بيكتبوا، انا عارف ان دول مش لا يا بص راجل، لا يا راجل، انت تنزل اي حلوة. حته كده كده وتشرف حلوة. اي حد يا احمد. حلوه من بلدك يابا، نرن على اخواتك يتداس على وشك، ورب العزه ودلوقتي ورب العزه ما ابقى راجل، ورب العزه من بلدك بتليفون دلوقتي خليك يتداس على وشك. اقول لك يا ليه؟ جدع انت هتعمل عقلك بعقل، ابدا طب عليه بص اخوك احمد، الصغير. احمد اللي عيب يبقى عليك هنا يا يخلص جدع، هنا. انت كده. الكلمه دي تعدي حتى لو اختنا قالت ده انا لسه تقول لها ده فلان. عودة شبه عاتبه فيها قال له علي لو اتقال لك كلمه شبه دي انت هتزعلك. الولد قال له اه بصراحه. علي مين اللي يتقارن باخوك؟ اخويا ايه اللي بيتقال ده؟ كده ده عيل كده. صغير بيتحط مع عيال تشتمه ويقول لها تقول له ايه اللي بيحصل ده؟ فيه ايه؟ اختنا قالت اللي قالته، مش هودي معاكي في حاجه، والله يسهل لك انت اختي. ازاي انت تقول لها قصدك على الشاب؟ ايه يالا كان عقلك فين وتبعت تجيبني؟ كان عقلك فين؟ ريتشك وداك؟ كل حد ريتشه موديه للغلط وبيطلع الناس هنا يعلي ريتشها عليه بالغلط، ورب النعمه لا فرق. لا والله العظيم وحقيقي ورب النعمه الموضوع ده استفزني. الموضوع ده استفزني ان انا اطلع اجي معاك على الشاشه عشان اعلي موضوعي وبعد كده ورب ما تحصل تاني ابدا، وحساب حقيقي. لان ليه يا اخويا انا بتعامل بكل ضمير صافي، لا عمري فكرت اعلي سريتش ولا عمري فكرت اعلي صفحه ولا عمري ابقى راجل اتدفن كافر. لا مش سكتك. لو انا عمري في حياتي فكرت يا عم انت لو الصفحه دي على هتتكلم في بني ريتش يا آدم. شاب هتطلع تزعق كل يوم، لايفك هيوصل 50,000. اخويا بقول لك انت عارف واكتر واحد عارف. بص قول لي ال 22 دول بيعملوا ايه هنا؟ انا مش عايزهم. حصل. لا ما بيحبش الحكايه دي حوده بصراحه. انا عارف يا عم. اتلم عليا وانا بقول نصيحه وانا هو بقول بيقول كلمه افرح انا.
يا عم ده كان لايف 10 امبارح، قال لي قيسي عمل اللي جاله حظر عشان يقفل اللايف. في ساعتها رحت قافله. بيقول لي انا ما بحبش حكايه اللايف عالي دي، ما طب بتجيش واحنا معايا. ايه ده؟ طب ما احنا يا ابني، طب واحنا في القاهره امم ما اللايف كان عالي عنده راح جاي قفل. قفل حصل. يعني ده اللي حصل بين علي واحمد شاب الفارس، وافتكر انها يومين وهيرجعوا لبعض تاني، والدنيا دايره وخلاص. توك توك. سلام. كان عنده 15,000 برضه.